هو لو جه لي الحكم بتاعه اللي هو قاضي الأمور المستعجلة، اه يعني أنا اللي عارفه إن هو ده بيخلصها مثلا في يعني أقل وقت ممكن. طب أنا انا أوقف هرد على حضرتك. ماشي. هرد على حضرتك. النهارده القانون لما قال في الماده السابعه بتاعته اختصاص قاضي الامور الوقتيه، تمام، بنظر دعوى المالك اذا انتهت مده ال7 سنوات فيستطيع ان يقدم امر على عريضه، تمام، للحصول على قرار وقتي بالطرد. طيب، العبارة جت في نص المادة عبارة عامة، هو قال قاضي الأمور الوقتية، بس قاضي الأمور الوقتية ده بقى له اختصاصين القانون ما حددهمش. الاختصاص الأول كقاضي أمور ولائية، الاختصاص الثاني قاضي أمور قضائية. المادة جت عامة وما حددتش، فاللي هيحصل كالتالي: المادة دي مقصورة على الحالتين اللي ذكروا في مشروع القانون الجديد، اللي هم حالة غلق الشقة السكنية لمدة سنة بدون مبرر. ناخد بالنا من الكلمة دي كويس قوي، كلمة مم. بدون مبرر. عظيم. والحالة التانية احتجاز أكتر من مسكن. طيب، الحالتين دول هما اللي اقترنوا بالقانون، لأنه باقي حالات الطرد مذكورة في القانون 49 والقانون 136، والقانونين دول ما زالا ساريين لمدة 7 سنوات. إذا حالات الطرد المذكورة في القانون 136 ينطبق عليها قواعد القانون 136 اللي ما بتقولش إنه قضي الأمور الوقتية. طب نيجي لقضي الأمور الوقتية النهارده معلش، لما انا بس يجي. عايزه اسال حاجه بس في الجزئيه دي. حضرتك بتقول ان القانون 49 والقانون 136 ساريين حتى مع والستة ظهور سنة القانون الجديد. 99 ساريين مع القانون الجديد لمدة 7 سنوات. المادة 9 هو مش قالت أن مش في الدباجه فوق تعطيل القوانين دي لا لا، ده نص مم. القانون واضح. قال في المادة 9: تلغى القوانين 49 77 ايوه، 136 81 6 ايوه. 97 في اليوم التالي من مدة ال7 سنوات. يعني لمده هيلغوا السبع سنوات بعد خلاص، سبع يبقى احنا سنوات كنا عايزين الجمله دي بس. خلاص، يبقى ايوه. كده قفلنا اذا الموضوع لمده سبع اذا سنوات تمام. احنا عندنا 4 قوانين مطبقه دلوقتي: اه، 49 و136 و697 والمشروع الجديد. اي اه. تضارب في مواد القوانين جميعها. طب انا عشان اجاوبه بس على الحته بتاعت الامور الوقتيه لان دي دقيقه جدا. ايوه. النهارده الخاصه بترك السكن مغلق لمده سنه بدون مبرر، لما انا باجي لقاضي الامور الوقتيه واقدمها له امر على عريضه، بقدمها له بصفته قاضي ولائي، لان ده امر على عريضه. القاضي الولائي لا يقضي في امور الا دائما، وده من خلال خبرته، حالتين فقط بيدي امر على عريضه: حاله الولايه التعليميه للأم المطلقة، والحالة الثانية المنع من السفر. طيب، احنا عندنا قاضي الامر الولائي لما يجي يقدم له المالك هيروح بعريضه يقدمها للقاضي، يقول له انا عايز منك امر ولائي بطرد المستاجر ده عشان هو اغلق شقته لمده سنه بدون مبرر. القاضي هيساله: طب ايه، هل له مبرر ولا ملوش مبرر؟ فطبعا هيقول له ملوش مبرر. فالقاضي امم. هيسأله: لا، انا عشان اطبق صحيح القانون لازم المستأجر يقدم لي الاوراق اللي تقول ان لديه مبرر في غلق السكن. المادة قالت كده. امم. فهيرفض الامر الولائي وهيحيل الدعوة لنفسه بصفته قاضي امور قضائية مش ولائية، ويحدد جلسة ويجبر المؤجر على اعلان المستاجر، تمام، والمستاجر يحضر ويقدم مبرراته في غلق السكن، وهنا هو ينظر الدعوه بصفته قاضي امور قضائيه. اذا مساله ان هو قاضي سيصدر امر ولائي على عريضه ده في المشمش، مش هيحصل. ليه؟ لأن هو هنا يجب أن يتحقق كقاضي من المبرر للغلق من عدمه، امم. لأن قاضي الأمور الولائية ينظر من ظاهر الأوراق، تمام، ويعطي أمر وقتي لا يبحث فيه أصل الحق، إنما مبرر وعدم مبرر يبقى هيلمس أصل الحق.
فهيحيلها لنفسه بصفته قاضي امور قضائيه، وفيها يجوز للمستاجر ان يطعن امامه بعدم دستوريه هذا القانون. اذا هم من حيث لا يدروا ان القانون اضر بهم في الاستقراء الصحيح للقانون، لان العباره جت عامه يا دكتوره، جت عامه بتقول ايه؟ الامور الوقتيه، ما حددتش هو ولائي ولا قضائي، فده سقطه من سقطات القانون اللي هتؤخذ في الطعن عليه. فارجو اكون وضحت له جزئيه. واضح جدا، واضح جدا. وانا بعد شويه يعني ايه هحط الجزئيه بتاعت حضرتك دي وهبسط اللغه شويه، لان احنا نحتاج ايه اوكي نخرج بره المواد شويه.